toda a história que tenho no futebol, além de los jugadores que he السلام jugado. عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت أهلا بكم. تعليق مفاجئ من روبرتو كارلوس يفاجئ الأهلي بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي ويحذر ريال مدريد. شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو أنت محب للنادي الأهلي ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد فوز الأهلي على العين الإماراتي بكأس انتركونتيننتال في المباراة التي أقيمت بينهم على استاد القاهرة، وحقق فيها الأهلي الفوز الكبير ب3 أهداف دون رد. وفي مقابلة حصرية لنجم ريال مدريد السابق روبرتو كارلوس، صرح روبرتو كارلوس وقد أدلى بتصريحات نقلتها قناة فوتبول سبورت البرازيلية وقال: تهنئتي للأهلي بالفوز الكبير على فريق العين الإماراتي، 3 أهداف نتيجة كبيرة بكل تأكيد. كنت أتوقع فوز الأهلي بالتأكيد ولكن تفاجأت بال3 أهداف. هناك فرق كبير بين ما يقدمه الأهلي في كرة القدم وجميع الفرق في المنطقة العربية والأفريقية. ربما كرة القدم الأفريقية أقوى من الكرة في آسيا، والأهلي يتربع على قمة الكرة الأفريقية منذ سنوات، فمن الطبيعي أن يتجاوز أي فريق من آسيا. أتشوق لمشاهدة نهائي بكأس القارات بين الأهلي وريال مدريد. تقابلا من قبل وفاز ريال مدريد، ولكن هذه المقابلة ستكون مختلفة لأن الأهلي الآن مختلف، وهذا واضح من متابعتي للفريق خلال البطولات الأفريقية. أشعر بالقلق على ريال مدريد من هذه المباراة. فريق الأهلي تعاقد مع العديد من اللاعبين في الفترة الأخيرة ولديهم خبرات كبيرة كاللاعبين المغاربة، فهم شاركوا في كأس العالم للمنتخبات مع المنتخب المغربي ولديهم خبرات كبيرة، وهذا سيجعل الأهلي مختلف. وفي المقابل ريال مدريد يمر بمرحلة ليست بالجيدة، وهذا ظهر أمام برشلونة وفي المباريات الأخيرة التي لعبها ريال مدريد أيضا. ربما تحذيري لريال مدريد ليس لأنه يقدمون مستويات أقل خلال الفترة الأخيرة، ولكن لأنهم أيضا سيواجهون الأهلي الذي يضم لاعبون لديهم خبرات كبيرة مع منتخباتهم، وهذا أمر مقلق. في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.